رسميا الحرب بين الهند وباكستان، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالى قول لي. بجد اللي بيحصل النهارده ده حاجه غريبه، في ضرب نار وطيران وتهديدات، الدنيا حرفيا على صفيح ساخن. تعالى اقول لك ايه اللي حصل وليه العالم كله قلقان. الموضوع ابتدى من كام يوم لما حصل هجوم دموي على كشمير. كشمير دي منطقه بتتنازع عليها الهند وباكستان من سنين. الهجوم ده خلى ناس كتير تموت، اغلبهم كانوا سياح هنود، والهند اتهمت جماعات باكستان ان هم السبب في اللي حصل. والهند طبعا ما سكتتش وطلعوا عملوا عمليات حربيه وضربوا 9 مواقع جوه باكستان. طبعا باكستان ما سكتتش، طلعت الطيارات بتاعتهم وضربوا كل محطات الكهرباء في الهند، وطبعا الكهرباء قطعت في مناطق كامله، وقالوا ان هم هيختاروا الرد المناسب في الوقت المناسب. طبعا الدنيا اتقلبت والولايات المتحده دخلت عشان تهدي الطرفين، وناس كتير خايفه ان الحرب تقوم بين بلدين كبار زي الهند وباكستان، وللاسف عندهم سلاح نووي. يعني انت مش بتتكلم على خناقه عاديه، ده ممكن تكون كارثه عالميه. واللي بيحصل دلوقتي ده مش هزار، ده ازمه ممكن تولع المنطقه كلها. لازم يبقى في ضغط دولي عشان الموضوع يهدى، لان الحرب دي مش هيخسر فيها بس الهند وباكستان، العالم كله ممكن يدفع الثمن. اللي انا عايز اخد رايك فيه في الموضوع ده، انت شايف ان الحرب دي ممكن تستمر؟ وانت شايف من وجهه نظرك مين اللي غلطان؟ وخلينا نتابع مع بعض ايه اللي هيحصل اول باول. انا عمر عيد، سلام.